موديس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبقى منخفض جوي متمركز على حوض البحر المتوسط وشمال البلاد يسمح بتسرب سلسلة من الاضطرابات الجوية التي ستكون نشيطة خلال اليوم الغد بإذن الله على المناطق الوسطى والشرقية، مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية، هذا خاصة ابتداء من الظهيرة حيث ستزداد غزارة. قد تتساقط حبات البرد نحو منطقة الأوراس، تكون أيضا مرفوقة بهبوب رياح قوية نحو الهضاب الوسطى وكذلك الغربية. المناطق الغربية ستشهد بعض الأمطار الرعدية لكن بأقل حدة مقارنة بالمناطق الوسطى والشرقية. جنوبا بعض الأمطار الرعدية المحلية ستخص منطقة الصورة خلال الظهيرة، تكون أكثر استمرارية نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات، استقرار بتندوف بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب الشرقي مع هبوب رياح قوية نسبيا تعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية التي ستمتد إلى غاية شمال الصحراء والواحات، حتى بالنسبة لمناطق أقصى الجنوب لغاية منطقتي الهوغار والتاسيلي. هنا الأجواء ستبقى مستقرة لكن شبه رعدية ابتداء من الظهيرة. الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 6 إلى 8 درجات بالمناطق الداخلية، 12 إلى 13 بالسواحل، 12 درجة أيضا ببشار، 14 بتندوف بن عباس وغردايا، 15 ببسكرة لغاية ورقلة، ترتفع إلى 25 درجة بإليزي، لن تتعدى 21 درجة بتمنراست، و29 درجة ستكون كعلى مقياس بأقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال يوم الغد تبقى منخفضة، أجواء باردة بالهضاب العليا والمناطق الداخلية الشرقية، مقاييس ما بين 11 إلى 16 درجة، تقارب 19 بالطرف عندنا باسكيكدا، 21 درجة بالعاصمة بومرداس وتيزي وزو، 22 درجة بوهران وتلمسان، نفس المقياس جنوبا بغردايا، في حين لن تتعدى 17 فقط بمدينة بشار، تقارب 23 درجة بالواحات، 31 درجة بتندوف، 36 درجة بالصحراء الوسطى، وترتفع إلى 43 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب على كل السواحل، رياح قوية نسبيا بسواحل الوسطى والغربية ضمن تيارات شمالية شرقية إلى شمالية تماما، سرعتها من ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الشرقية. بالنسبة لجنوب قارة إفريقيا الأمطار الرعدية ستخص أديس أبيبا مع أجواء غائمة ب 21 درجة، نفس الأجواء بأبيجان، أمطار رعدية محلية بكينشاسا مع 34 درجة ومستقرة على باقي العواصم، 25 درجة منتظرة بنيروبي، 24 درجة بويندوك، 31 درجة بلوساكا، ولن تتعدى 17 فقط بكيب تاون. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها سيكون في حدود 5 صباحا و38 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و50 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.